السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم من جديد في أمسية رياضية جديدة. لكن قبل أي حاجة وقبل الكورة وقبل ماتشات وقبل حلقتنا النهاردة، كل تعزينا وخالص تعزينا في وفاة اللاعب الخلوق اللاعب المحترم إبراهيم شيكا، لاعب نادي الزمالك السابق، رحمة الله عليه. اللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجعل مرضه شفيعا له، واسكنوا فسيح جناته يا رب العالمين. وما تنساش برضو اخواتنا احمد رفعت وكابتن ايهاب جلال وكل اخواتنا في الوسط الرياضي، اللهم اغفر لهم وارحمهم. ما تنسوهمش طبعا من الدعاء يا اخواتي يا رب العالمين. طبعا النهارده بقى مباراه يا جماعه، انا مش عايز اطول عليكم في المقدمه. نعمل لايك كده مع بعض يا حبايبي، واضرب الفولو الجميل لو انت مش عامل فولو عشان تشوفوا كل جديد. طبعا النهارده كولر، انا مش عارفه كولر انت بتعمل ايه؟ مفيش جديد. انت كده انت عملت قمة الغباء النهارده في المباراة. انت الشوط الاول رغم ان الاهلي اخطر فرص، مش طبعا يعني الاهلي اخطر فرص الشوط الاول، فرصة امام عاشور اللي ضاعت، اللي هي فرصة كانت بروحين، شاطها امام رجعت لبن شرقي، فرصة كانت بروحين. كذلك كرة اسامة ابو علي اللي جت في القائم كانت من ضربة ركنية. لكن الاهلي مش ده الاهلي يا جماعة، بصراحة مش ده النادي الاهلي. في بطء في التحضير، مفيش جمله تقدر تقول عليها النادي الاهلي. بيراميدز بيلعب ب 10 لعيبه من الدقيقه 59، بيلعب ب 10 لعيبه من الدقيقه 59، وانت مسلم نص الملعب. بتطلع ايه؟ انت بتطلع اهم لعيبه عندك، بتطلع بن شرقي وبتطلع حسين الشحات، وبتنزل محمد عبد الله، واخد بالك، وبتنزل احمد رضا. ليه؟ طبعا كل سلاماتنا لريحة عطية الله وكريم الدبيس، الاثنين يتصابوا. ليه انت تنقل هاني تجيبه من اليمين للشمال واكرم تحطه باك رايت؟ ليه تعمل كل التغييرات دي كلها؟ قفشه فين؟ السوليه فين؟ الاثنين دول خبرات وسط الملعب، يمسك لك وسط الملعب. الاهلي النهارده سلم وسط الملعب لبيراميدز بمنتهى الامانه، وكل التحيه والتقدير لبيراميدز. انت متخيل الفرقه بتلعب ب 10 لعيبه؟ ما حسناش انهم يلعبوا ب 10 لعيبه اصلا، ما حسناش. اما بتيجي تتكلم على الشق الهجومي لبيراميدز النهارده، طبعا فيستون مايلي، مصطفى فتحي، كريم حافظ، حتى نزول اللعب في وسط في الشوط الثاني، نزول مروان حمدي ونزول صديق اوجولا اللي عمل مشوار وضغط وقطع الكوره، وكل اللي سجله الشيبي. في حاجه في منتهى السلاسه، الكولر في منتهى الغباء. مفيش جديد يا عم كولر، كفايه كده. الراجل ده يا جماعه كده شطب خلاص، ما عندوش جديد يقدمه للنادي الاهلي. خلاص الراجل ده فنيا مفيش جديد. تيجي تشوف النادي الاهلي في ماتش الهلال السوداني، ما اتكلمنا مع بعض سواء في مباراه الذهاب او حتى مباراه العوده، رغم ان احنا كسبنا لكن كان فريق متواضع. ده مش نادي الاهلي ابدا، ولا دي كره النادي الاهلي، ولا اسلوب النادي الاهلي. لازم الاهلي لو عايز تلحق بدري وتلحق بسرعه قبل كاس العالم للانديه، لازم الراجل ده يمشي. كولر ده لازم يمشي بلا جدال، قولا واحدا. الراجل ده يمشي. انت كده كنت ممكن تكسب النهارده تخلي فرق نقطه واحده، لكن كده ما زال الفرق 4 نقط. انت 40، الاهلي 40 وبيراميدز 44، انت كده خليت الفرق 4. خلاص عملت من عندك. لسه الدوري موجود في الملعب، لكن انا وجهه نظري اكلينيكيا لو كولر استمر الدوري ضاع. خلاص كده قولا واحدا، ده وجهه نظري. ونتمنى طبعا يعني توفيق للاهلي ان شاء الله باذن الله في كاس العالم للانديه. خلاص كلها شهر ونص، وانتظروني ان شاء الله باذن الله في حلقات جديده. وقولوا لي رايكم في اداء النادي الاهلي، هل كولر يكمل ولا ما يكملش؟ سلام عليكم.